السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. عندنا النهاردة طريقة حلوة جدا، هنعمل الجمبري وهنعمل احلى شوربة للجمبري. وكمان عندنا طريقة تخلي الحبل الرملي بطريقة للمبتدئين والغير المبتدئين، اللي لسه بيعمل الجمبري بالحبل بتاعه ومش عارف يشيله. تعالوا بينا كده نعمل الحبل الرملي هنشيله ازاي. قبل اي حاجه انزلي حالا حطي اللايك بتاعك عشان الفيديو بتاعنا يكبر كده وينتشر وغيرك ان شاء الله يستفيد والفيديو يوصله باذن الله. وانزلي حالا هتلاقي كده على الشمال في جرس، اتكي عليه كده وفعلي الجرس وتكوني انضميتي لعيلتنا الجميله. يلا نسمي الله ونقوله. النهارده هنعمل ايه؟ معانا كيلو من الجمبري. الفيديو بتاعنا النهارده للي عنده جمبري. انا عارفه ان الجمبري غالي في السوق ومش متوفر، يعني الدنيا غاليه ومش اي حد طبعا يقدر يجيبه دلوقتي. تمام، اللي عنده جمبري يقدر يتفرج على الفيديو، واللي ناوي يجيب جمبري يقدر كمان يتفرج على الفيديو. الجمبري بتاعنا جايبين كيلو. الكيلو دوت كان عامل 370 جنيه في السوق. تمام، في طبعا احجام اصغر من كده يعني بكتير. المهم معانا بقى خله خشب، تمام، صغيره، او لو عندك خل طويله كسريها، اللي هي بتاعت الشيش طاووق كده، كسري وهاتي البوز بتاعه اللي فوق. وبنزل من عند فوق الراس كده العمود بتاعه اللي هو الدوران دوت، تمام، من فوق. ببتدي اللي انا بنزل بيه كده بشقه كده، تمام، وبنزل بيه وبسحب الحبل الرملي على طول. الحبل الرملي دوت مؤذي جدا. عيوبه ومميزاته زي ما قلنا ملهوش مميزات خالص. هي عيوبه رملة بتنزل كده بتاكليها، بتقرش كده وانت بتاكليها. بتنزل في الشوربة بتاعتنا، لو مشوي بتاكليه بتبقى طعمها وحش جدا، بتضيع طعم الجمبري وانت بتاكليه. تمام. الموضوع سهل جدا جدا جدا، اي حد يقدر يعمله. ما عندكيش خلة ممكن نقدر بدبوس كده، تمام، وبنفس الشكل. بصوا الحب، اتأكدي طبعا ان الجمبري معانا طبعا طازة، تمام، واللحم بتاعه طازة مش مهري عشان تقدري تتملكي في الحبل بتاعك. لو الحبل طبعا طلع منك محتحت كده حتت صغيرة، برضه اقعدي وراه كده وشكشكيه كده، تمام، لغاية ما تخلصي الحبل كله. تمام. طبعا كانت بتطلع معايا واحدة نصها طلع ونصها ما طلعش، زي بالامانة زي ما بقول لكم. عادي بفضل وراها لغاية ما بجيبها. بصوا الموضوع سهل جدا جدا، هعمل كل الكمية عندي بنفس الطريقة. بصوا بقى شكل الحبل بعد ما طلعته، الحبل الرملي. كل دي الكمية اللي انا عملتها، انا حبيت اوريها لكم. تخيلوا بقى ان الكمية دي كلها رملة كده، تمام. او هو اسمه حبل رملي، هتنزل في الشوربة، يعني مش حلو خالص. عملنا كل الكمية وطبعا بنفس الطريقة، وغسلنا الجمبري بتاعنا. الجمبري بتاعنا بغسله بمية بس، ولا خل ولا ملح ولا اي حاجة، بغسله بمية بس وبحطه في مصفى كده ينزل ميته. يلا بينا بقى نعمل احلى شوربة جمبري للعشاق شوربة الجمبري. تمام، يلا بينا. معانا حلة كده، تمام، مفيهاش اي حاجة خالص، ونزلت بالجمبري. عايزة اديله كده صدمة بنفس الشكل، او زي ما بيقولوا كده ايه، عايزة اشوحه كده في الحلة تشويحتين كده قبل ما اعمل اي حاجة. لونه هيتغير معاكي على طول. بعد 10 دقايق بالظبط ابتدي بقى اللي انت ايه، قلبيه بالحله بنفس الشكل. ما تقلبيش بمعلقه عشان ما يتهرش منك، لان كل يعني كتر التقليب بالمعلقه هيتهرى منك كتير. بنفس الشكل كده بالحله، اقعدي بقى ايه قلبيه كده بنفس الشكل. بعد ما لونه اتغير معايا، هنزل معايا ببصلتين، طبعا على حسب الكميه اللي عندك. لو كميه صغيره كفايه بصله واحده، لو كيلو زي ما انا جايبه ممكن بصلتين وسط. قطعتهم كده تقطيع صغنن كده على ايدي كده بنفس الشكل. ومعايا هريسة شطة اللي احنا عملناه مع بعض، تديله لون وهتديله كمان طعم حلو جدا. وكمان معايا طماطم. الطماطم لو حابة تبشريها مفيش مشكلة خالص. انا هنا معايا 3 طماطمات، هبتدي ان انا اقطعهم برضو مكعبات صغيرة خالص بنفس الشكل. حابة تبشريها ابشريها، بس انا بحبها بالطريقه ديت. هي في الاخر خالص ما بستخدمش الطماطم، انا باخد بس منها لون. ونزلت بعودين كده من ورق اللورة. البهارات معايا بقى، اساس البهارات عندي الكمون، ده اساس الوصفه عندنا النهارده الكمون. نزلت بمعلقه
او معلقتين من الكمون وملح، وطبعا بنزل بمعلقه من البابريكا تدينا لون حلو جدا جدا جدا، وبنزل بمعلقه صغيره من الكركم. الكركم مع البابريكا بصوا بيعمل لون كده، هوريلكم في الاخر الشكل بتاعه هيبقى عامل ازاي. ولمدة 10 دقايق ببتدي اللي انا اسيبه كده على النار لغاية ما الطماطم عندي تدبل والبصل كمان يدبل بنفس الشكل. ببتدي ان انا اشوح فيه كده وهو في الحلة بتاعتي كده بنفس الشكل. الطماطم عندي دبلت والبصل كمان دبل بنفس الشكل كده. وبصوا بقى البهارات عندنا هي اللي هتعمل اللون الجميل ده في الاخر. محضره معايا ميه سخنه تمام، بنزل بيها على طول. اي حاجه مش عاجباكم في الفيديو اكتبوا لي في التعليقات، اي حاجه بتعملوها كده وانا عاملاها غلط وانتوا شايفيني بعملها غلط وانتوا بتعملوها صح اكتبوا لي حالا في التعليقات، ونكلم بعض كده ونشوفوا اخطائنا ونشوفوا احنا بنعمل ايه. زي كده فيديو الفسيخ كلمتوني وكلمتكم وقلت لكم احنا عملنا ايه. هغطيه بقى واسيبه يستوي، ما بياخدش وقت يعني، يا دوبك كده ايه 20 دقيقه بالظبط. قبل ما بطفي عليه باخد كده نص كده ايه واحده جوز الطيب بلحه كده، باخد نصها، او لو عندك جوز الطيب مطحون خدي معلقه من جوز الطيب المطحون، بتدي لون وبتدي طعم في منتهى الجمال. مش حابه جوز الطيب الغيها خالص. هسيبه بقى يغلي لغايه ما اتاكد ان الجمبريه عندي استوت. وبصوا بقى انتوا شوفوا بعينيكوا اللون بتاعنا عامل ازاي بتاع الشوربه. اخر حاجه خلاص صبيناها في الاطباق، وبصوا بقى لون الشوربه وجمال الجمبري عامل ازاي في منتهى الجمال. ولا تقولي محلات ولا تقولي اي حاجه خالص. الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون الفيديو عجبكم. اسيبكم في رعايه الله وانتظروا اللي جاي باذن الله، وانزلي بسرعه حطي اللايك ومع السلامه.